ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. وزي ما انتوا عارفين قناتي وصفة في دقيقة، هجيبلك الخلاصة كلها في دقيقة، وهنعمل الفطير في دقيقتين مع بعض النهاردة. الفطير قدامك شكله تحفة وجميل وبيتكلم عن نفسه. هتجيبي كمية الدقيق اللي انت عايزاها على قد ما انت عايزة تعمليه، وهنحط على نص كيلو الدقيق نص معلقة ملح، ولو كيلو دقيق معلقة ملح. وهنعجن الدقيق، طبعا مش هقولك كمية المية قد ايه لان الدقيق بيختلف من نوع للتاني. هتعجني العجينة بالشكل ده بحيث ان هي مش هتكون لازقة في ايديكي ولا لازقة في الحاجة اللي انتي عجنتيها فيها. وهتاخديها على الرخامة النظيفة بتاعتك وتدعكيها وتخدميها شوية وهتسيبيها ترتاح 5 دقايق، وبعد كده هتكوريها بالشكل ده وتدهني الصينية من فوق ومن تحت بالزيت وتحطيها وتسيبيها حوالي ساعة. كل ما ترتاح اكتر هيبقى افضل. بعد ساعة رجعنا للعجينة بالشكل ده. هتدهني الرخامة بتاعتك بالزيت وهنجيب وهنفرد مع بعض بالشكل ده. طبعا كل ما ترتاح اكتر كل ما هتتفرد معاكي بسهولة. العجينة ماشية معايا في الفرد، وطبعا كل ما هتفرديها اكتر كل ما هتبقى مورقة اكتر وهيكون الفطير ناجح اكتر. مفيش اسهل من كده ومش هتاخد وقت معاكي. كل ما تكون رفيعة افردي فيها اكتر واكتر. وطبعا هندهن المادة الدهنية بتاعتنا، انا عاملاها بزبدة وبسمنة علب الاتنين مسيحاهم على بعض. عايزة تحطي زيت وزبدة ماشي، اي حاجة اللي انت عايزاه. هندهن بالشكل ده زي ما انت شايفة اهو، وهتطبقي الجنبين على بعض وهجيبي الاطراف بالشكل ده. وطبعا بين كل طبقة وطبقة بنحط السمنة عشان يبقى مورق. هنقفلها في الاخر بالشكل ده. هترجعي تكوريها تاني وتقفليها على قد ما تقدري، وهتدهني الصينية وتحطيها فيها لحد ما تخلصي باقي الكمية. فردنا واحدة تاني اهو، ورشين عليها السمنة والزبدة. هنطبق الجناب بالشكل ده زي ما عملنا اللي فاتت. طبعا حجم الفطيرة انت اللي بتتحكمي فيه على حسب الصواني اللي عندك وعلى حسب الفرن وحسب ما انت عايزة. احنا عملنا الاربعة اللي كنا عاملينهم اهو، وسبناهم ارتاحوا حوالي ربع ساعة، ورجعنا طبعا ايه فردناهم بالشكل ده. وهنسخن الفرن قبلها بربع ساعة تقريبا. هتشغلي من تحت ودخلي الفطير، ولما يستوي من تحت شغلي الشواية 5 دقايق عشان تاخدوا اللون الذهبي الجميل ده.